انا في المطار دلوقتي ورايح رحله بالنسبه لي مميزه جدا وانا متحمس ليها، والحقيقه قعدت افكر كتير جدا اخدكم معايا ولا لا، لحد ما وصلت القرار ان انا لازم اخدكم معايا على سبيل مشاركه الفرحه. لاني لما نزلت الستوري دي دعيتولي من كل قلبكم ان انا اعمل الموضوع ده، فانا واخدكم معايا النهارده ورايحين نعمل عمره. يلا بينا. انا النهارده فرحتي فرحتين، يعني فرحتي ان انا مسافر، وفرحتي ان انا مسافر لاطهر مكان على الارض. يعني انت متخيل ان انا كنت بعمل ستوري مش قصدي بيها حاجه، ولا كنت اصلا مخطط والله، وربنا في خلال اقل من شهر يخليني اسافر اعمل عمره وما خططتش لاي حاجه. الموضوع جه كده صدفه. وعشان تعرفوا الاول خط سير الرحله قبل ما نركب الطياره، هنطلع الاول على بودابست، هنقعد ليله فيها في المجر، وبعد كده نطلع على جده، ومن جده نوصل على مكه. يلا بينا. وصلنا على اول محطه في رحلتنا النهارده اللي هي بودابست عاصمه المجر. هنتحرك دلوقتي على الهوستل، هنريح شويه وبعد كده ننزل نتفرج على البلد. الدنيا هتبقى صعبه شويه بسبب الصيام، بس برضه هندي لنفسنا فرصه ان احنا نتفرج على البلد. اللي انا فيه ده يعتبر واحد من ارخص الهوستلز اللي انا قعدت فيها. الليله ب7 يورو ونص بالفطار، ولو خدت مشروب من على اللوحه اللي موجوده دي ب3 يورو تاخد الغدا كمان ببلاش. فبالنسبه للسعر اللي انت دافعه 10 يورو ونص بالفطار بالغدا، فده رقم خيالي جدا في مدينه زي بودابست وانت قاعد في نص البلد. فدي حاجه بصراحه رهيبه، والمكان نفسه نظيف جدا وهم مهتمين بيه. انا توقعت بالرقم ده بصراحه ان انا اخد خدمه سيئه، بس فعلا المكان ده جامد قوي. تعالى اوريكم الدنيا عامله ازاي. المكان فاضي اصلا. لما بتخش بقى من الباب بيبقى مديك السرير بتاعك. ده مثلا السرير بتاعي، من حقك ان انت تقفل الستارة او تفتحها فتبقى منعزل عن المكان كله. وده الفيو بتاعك. ده سنتر المدينة، فسعره خيالي بصراحة. الجنيه المصري موجود منور اهو، و5 جنيه كمان موجودين في كل مكان. تزعل لو ما لقيتناش موجودين. المدينة وهمية. أنا بحب جدا الطراز القديم، نفس فكرة براغ، وعندهم نفس الحلويات بتاعت براغ اللي هي التردلك، اللي هي بتبقى زي كونو كده وتقدر تحشيها فاكهة بقى كريمة زي ما أنت عايز. فواحدة من المدن اللي أنا شكلي هحبها زي براغ مدينة بودابست، لأن فعلا المباني فيها والطراز المعماري رهيب، حاجة كده وهمية. واحدة من الحاجات اللي شايفها جميلة قوي في بودابست المواصلات فيها. المواصلات فيها اسهل بكتير جدا من المانيا. انت بجوجل مابس هتقدر تلف المدينة ومش هتحتاج ان انت تسأل حد، وهتحس ان انت كنت في المدينة دي قبل كده. مجرد ان انت تشوف على جوجل مابس هتنزل المكان بالظبط. الموضوع مش معقد، الموضوع هنا ابسط مما انت متخيل. المفروض كده على ساعتي يكون المغرب أذن، فلازم نروح نجرب اشهر اكله شعبيه موجوده في المجر اللي هي لانجوش. وفي مطعم بيعملها حلوه قوي جنبي، اتقال لي لازم طالما انا في بودابست اروح اجرب المطعم ده. وصلنا اخيرا المطعم اللي ورايا ده اللي هو اسمه لانجوش على اسم اصلا الاكله نفسها. هنخش نجرب ونشوف الدنيا عامله ايه. انا عن نفسي ما اعرفش عنها اي حاجه، كل اللي اعرفه ان هي عباره عن عجينه ومقليه في زيت، ما اعرفش تفاصيل اكتر. كل اللي هنعمله ان احنا هنخش نجرب سوا، وبما ان احنا صايمين فاحنا كده كده هناكل. طبعا موضوع ان انا اختار اكل ده في مكان انا لسه ما اعرفوش ولسه بجرب اول مره، فحاجه بص ما يعلم بقى الا ربنا. طبعا سالتها قلت لها اقترح عليا اطلب ايه، قالت لي كل حاجه موجوده في المنيو حلوه، جو مصر قوي. فانا اخش اجيب دلوقتي 2، واحده بالفراخ واحده بالاربع جبن. بص انا دايما بحس ان اي حاجه فيها 4 جبن كده بتبقى حلوه، فنخش نجيب ال4 جبن. فتعالوا نخش بقى نطلب عشان انا جعان جدا بجد. طلبت خلاص وعرفت لكم بتتعمل ازاي. عباره عن عجينه شبه القرص كده، بتتحط في زيت المغلي، وبتطلع بيتحط عليها بقى التوبنج اللي انت بتختاره. فاعتبرها بقى يعني قريبه كده من يعني من البقلاوه زلابيا بتاعتنا، حاجه زي كده، بس حجمها كبير وبيتحط عليها توبنج اللي هو بقى غالبا اللي انا شفته في المنيو غالبا كله حادق. معرفش بقى فيه مسكر ولا لا، بس غالبا كله اللي انا شفته حادق. الراجل مفكرني ان انا طالب الاكل ده مع حد تاني، انا ما كنتش اعرف ان حجمها كبير كده. لا حجمها كبير قوي.
فتعالوا بقى نسمي الله وندوق. زي ما بقول لكم نفس عجينه الزلابيه يعني، بص بس هي تقيله تقيله، شكلها تقيل. سمي الله كده وندوق. الاربع جبن بص مغرقينها جبنه، بص شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رايقه بس كبيره قوي، الراجل عنده حق. قعدت اقول لها اطلب ايه اطلب ايه. انا في الاول جوه كنت هطلب واحده، وبعد كده حسيت ان لا يعني اتنين حلوين، هناخد واحده معانا. بس لا كبيره قوي قوي يعني، ده انت تخش في الواحده مع اتنين. نجرب بقى ايه الفراخ يعني، نجرب بقى ايه شويه فراخ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها حلو قوي، بيحطوا على كله جبنه تقريبا، وفي كذا نوع جبنه، فانت بتاكل بص 50 طعم ببقك، طعم الفراخ على طعم العجينه نفسها على الجبنه على الصوص اللي محطوط تاني. طعمها رهيب رهيب. انا بصراحه عجبتني الجبنه اكتر، يعني الجبنه دي عجبتني اكتر، لان انا دايما بحب ان انا اطلب اللي هي بيبقى فيها جبنه. يعني انا بالنسبه لي الجبنه دي احسن مليون مره من الفراخ. طبعا الاكل بالنسبه لي كتير فهاخده معايا، لان طبعا هتسحر بكره، فكويس ان يبقى معايا اكل. هخلص بقى اكل واروح مكان بيقول لك لازم تروح المكان ده في بودابست بالليل. سلم المترو بتاعهم طويل جدا، حاسس ان انا في مترو انفاق روسيا. السلم طويل بشكل غريب وسريع جدا. وصلنا على واحد من اشهر الاماكن اللي موجوده في بودابست، وهو البرلمان المجري. تعالوا كده نقرب ونشوف شكله عامل ايه من قريب، لانه منظره رهيب. يعني منظر الاضاءه وحجمه الكبير ده محتاجين نقرب منه ونشوف الدنيا عامله ايه، لان بجد شكله رهيب. ايه يا جدعان المنظر الوهمي ده؟ ده البرلمان الالماني ما يجيش نقطه فيه. انا ما تخيلتش الجمال ده، يعني اتقال لي لازم تيجي بالليل، وانا ما تخيلتش ان انا اشوف المنظر الوهمي ده. حاجه كده رهيبه. لازم دلوقتي بقى نرجع للهوستل عشان طيارتنا بكره الصبح، واشوفكم ان شاء الله في المطار بكره، ونتحرك على جده، ومن جده لمكه، ونبدا بقى ايه عمرتنا. صباح الفل، صحيت بدري ووصلت المطار، وهخش دلوقتي اعمل تشيك ان، وبعد كده اشوف مكان اقدر اغير فيه والبس الاحرام، لاني لازم اطلع من بودابست وانا محرم، واول ما الطياره تطلع انوي نيه العمره. يلا بينا. واضح ان في ناس كتير بتطلع عمره من بودابست، لاني شايف ستات كتير لابسه العبايات، وشايف رجاله لابسه الاحرامات، فحاجه مبشره جدا ان في ناس كتير هتعمل او بتعمل الحاجه اللي انت هتعملها. لاني لما سالت في الموضوع قالوا لي هيبقى الموضوع غريب شويه ان انت تلبس الاحرام من المطار، شايف الموضوع عادي خالص، وشايف ناس اصلا عاملاه، فما تفكرش كتير، اعمل الحاجه طالما انت ما بتعملش حاجه غلط، ما تقعدش تحسبها يمين وشمال، انت ماشي صح وما بتعملش حاجه غلط، وفي ناس اصلا عامله الموضوع، فخد الخطوه وما تفكرش في اي حاجه تانية. لبست الاحرام خلاص من دلوقتي احسن، عشان انا متاكد ان في حمام هنا، فانا البس الاحرام من دلوقتي احسن. مش عارف اوصف لكم الشعور عامل ازاي. عارف من رابعه ابتدائي وانا ما طلعتش عمره، احساس جديد عليا، احساس ما بين ان انا سعيد عايز اعيط، وانا مش عايز اعيط قدامكم، بس احساس اتمنى من كل قلبي ان ربنا يكتبه على كل واحد بيتمناه. احساس فعلا فعلا رهيب. اوقات كتير بيبقى صعب علينا ان احنا نوصف شعورنا. الشعور اللي انا فيه دلوقتي ده انا حقيقي مش عارف اقول لكم ايه، بس انا عمري في حياتي ما كنت فرحان بالشكل ده. وصلت على مطار الملك عبد العزيز الصاله القديمه، انا حاليا في الصاله الجديده، هاخد القطر من جده لحد مكه. عايز اقول لكم ان الفيزا ما خدتش اكتر من نص ساعه، وفي كميه ترحيب من الناس. والله في واحد خد باله ان انا محتاس مش عارف اعمل ايه، خدني من ايدي لففني على الحاجات اللي المفروض اخلصها، ووصلني لحد باب المطار من بره لحد ما ركبت التاكسي. فحيا الله السعوديه، وشكرا للناس اللي ادتني انطباع حلو عن اول كام ساعه ليا في السعوديه. بجد بجد عاش.
انا حاليا دلوقتي المفروض اخد القطر من جده لحد مكه، فيلا نطلع عشان فاضل نص ساعه ونلحق كده القطر ونبقى ايه مرتاحين، لان انا بصراحه تعبت جدا من المسافه والمسافه كانت طويله. فيلا بينا بقى ايه عشان انا لسه لحد دلوقتي ما فطرتش. تعالوا بينا بقى نجرب قطر الحرمين السريع اللي بيربط ما بين جدة مكة المدينة والمدينة الجديدة. يلا بينا. القطر سريع جدا ونضيف فوق ما انتم متخيلين. دوتش بان اللي هي شركة المواصلات الألمانية تيجي تتفرج على قطر جدة. أنا دافع 17 يورو في القطر، والقطر أنظف من أي أنظف قطر أنا ركبته في ألمانيا. عاش والله يعني. بص سريع جدا بجد. عندك في القطر ما بين كل عربية وعربية حمام، نفس فكرة الحمامات في القطارات في ألمانيا، بس هنا في شطافة. وصلت خلاص الفندق الحمد لله. هريح بقى شوية كده وننزل بعد كده نروح الحرم. الحمد لله وصلت الحرم خلاص وعملت العمرة. يا رب يا رب من كل قلبي يكتبها لكل حد مشتاق ان هو يجي عن اقرب وقت ويعمل العمرة. ربنا يكتبها لكل الناس. حي على الصلاة. الحمد لله خلاص رجعت الفندق بعد ما قصرت وغيرت الاحرام. ده نهايه الفيديو بتاع النهارده. للمره الثانيه اتمنى يا رب من كل قلبي ينولها لكل مشتاق، وان شاء الله قريب هعمل لكم فيديو ازاي تخطط للعمره لوحدك، ايه الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها، ايه الغلطات اللي انا عملتها هقول لك عليها برضو عشان ما تقعش فيها. وان شاء الله يا رب عن قريب اشوفك في الحرم. سلام.